صحيت الصبح ونزلت عشان أروح شغلي، لكن عربيتي اختفت من مكانها. من وأنا صغيرة كان في منافسة بيني وبين أختي نورهان على مين المفضل أكتر، بس نورهان اكتشفت من بدري إنها مش محتاجة تشارك في المنافسة دي، لأن أمي دايماً كانت بتفضلها رغم أي حاجة تعملها. للأسف أنا انتبهت للموضوع ده متأخر. لما بقى عمري 26 سنة قدرت أخيراً أجيب لنفسي عربية من غير مساعدة حد. أمي أول ما شافتها انبهرت بيها، كانت بتلف حواليها وتقول لي: أنتِ فعلاً أثبتي نفسك يا يارا. وقتها أخيراً حسيت إني فزت بحبها. لحد ما نورهان حطت نفسها في مصيبة، استلفت فلوس عشان تفتح مشروع، والمشروع ده فشل بعد كام شهر بس. يومها أمي طلبتني في التليفون وقالت لي: أختك محتاجة مساعدة. أنا كنت فاهمة الفولة من الأول، فقلت لها مباشرة: مش هقدر أدفع ديونها يا أمي. أمي حاولت بكل الطرق اللي عندها، بس أنا رفضت. وكانت دي أول مرة في حياتي أقول فيها لأ. أمي ما زعقتش وما اتخانقتش وقالت لي ببرود: تمام. بعدها بثلاثة أيام نزلت الصبح رايحة شغلي، ما لقيتش العربية في مكانها. افتكرت نفسي نسيتها في الشغل أو ركنتها في مكان تاني. وقفت مكان العربية أكتر من دقيقة وأنا ببص في الأرض كأني مستنية تظهر فجأة، بس لأ، العربية مش موجودة. كلمت أمي فورا وأنا خلاص بنهار: عربيتي اتسرقت يا ماما. هي سكتت ثانية وقالت ببساطة: هي متسرقتش، أنا بعتها. فضلت واقفة، مش عارفة أنا سمعتها صح ولا وداني مش شغالة. أنتِ بعتي عربيتي أنا؟ ردت بمنتهى البرود: أنتِ مكنتيش مستعدة تضحي، فإن ضحيت بدالك. يا أمي دي مش عربيتك. وما ردتش عليا بعدها، هي بس قفلت السكة في وشي. أنا ما اتخنقتش وما صرختش. اللي أمي ما كنتش تعرفه إن العربية فيها جهاز تتبع بيحدد مكانها، والمتسجلة باسمي أنا، ولسه عليها أقساط في البنك. يعني أمي ضحكت على حد، ودي مش مشكلتي. في نفس اللحظة فتحت الابليكيشن وطلبت تاكسي واتحركت عشان أنقذ عربيتي. لقيتها مركونة عند مدخل شركة. كنت هادية جدا، رحت عند العربية فتحت الباب واتحركت بكل بساطة. دي عربيتي يا جماعة ومحدش يقدر يمنعني أخدها. طلعت بيها على ميكانيكي وغيرت أقفال العربية وعملت مفاتيح جديدة. بالليل لقيت الشرطة عندي لأن المشتري بلغ إن العربية مسروقة. أنا بس طلعت الورق الرسمي إن أنا ما بعتش حاجة، وإن مشكلته الحقيقية مع أمي. في نفس الليلة أمي كلمتني وهي متعصبة جدا: إزاي تعملي فينا كده؟ رديت عليها ببرود: عملت إيه؟ هي سكتت وما عرفتش ترد. كانت متوقعة إني دافع أو أبرر، بس هي عرفت إني خلاص انسحبت من المسابقة اللي بقالي 26 سنة بشارك فيها. التحقيق ماشي أسرع مما يتخيلوا. أمي اضطرت تشرح للنيابة والشرطة إزاي مضت على ورق حاجة مش ملكها أساساً، ونورهان اضطرت توضح إزاي تقبل تاخد فلوس ملهاش أي حق فيها. في النهاية عربيتي رجعت لي، بس علاقتي بعيلتي ما رجعتش، وأمي عمرها ما اعتذرت. آخر مرة أمي كلمتني فيها تطلب مساعدة سمعتها للآخر، وبعدين قلت لها: أتمنى تعرفي تحليها مع نفسك، وقفلت السكة. ولأول مرة في حياتي حسيت إني حرة من لعبة عمري ما كنت هعرف أفوز فيها.